ما الذي يمكن أن يفعله الحلبوسي إذا اختار أن يكون رئيسا للجمهورية بدل رئاسة البرلمان؟ منصب رئيس الجمهورية في العراق يعد منصبا رمزيا وسياديا أكثر من كونه تنفيذيا، ولكن هذا المنصب له صلاحيات لم تستخدم للآن، مثل كونه حامي الدستور في العراق، وهذه العبارة تتحمل الكثير من المعاني والتفسيرات وحتى الصلاحيات. وإذا اختار الحلبوسي أن يكون رئيسا للجمهورية فسوف يكون للمنصب أهمية كبيرة، بالضبط كما حصل مع رئاسة مجلس النواب. فقبل تولي الحلبوسي لهذا المنصب لم يكن منصبا مهما، وكانت الكيانات السنية تركز على الوزارات أكثر من هذا المنصب، وبدليل معظم رؤساء البرلمان السابقين لم يحققوا ما حققه الحلبوسي برئاسة البرلمان، ونتائجهم بالانتخابات الأخيرة تثبت ذلك. وإذا كنت تنظر لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان من ناحية الصلاحيات والحدود القانونية فأنت تنظر بالاتجاه الخاطئ، ويجب أن يكون نظرك باتجاه الحلبوسي. فالحلبوسي يمتلك إمكانيات فردية عالية، وهذه الإمكانيات الفردية يضاف لها وزنه السياسي، ووجوده بأي مكان يعني أن هذا المكان سوف يتحول لمكان مؤثر. والسؤال: هل يرغب الحلبوسي فعلا بهذا المنصب؟ أم هي مجرد مناورة يرغب فيها بتثبيت حقوق المكون السني التي أضاع جزءا منها من تولوا إدارة المكون بالسنوات الماضية حسب رأيه؟ وأنتم ما رأيكم؟ ما هي استراتيجية الحلبوسي بطرح فكرة الحصول على رئاسة الجمهورية؟